اللي في الصورة قدامكم ده فيكتور لوستيج، أشهر نصاب على مستوى العالم. انتحل شخصية أكتر من 45 شخص، فهو كان نصاب محترف وعمل عمليات نصب محدش يقدر يتخيلها، لدرجة إنه باع برج إيفل مرتين ونصب على زعماء من المافيا، ووصل عدد القضايا اللي اتورط فيها لأكتر من 40 قضية. ومع إنه ما كانش بيسيب وراه أي أثر لجرايمه، لكنه اتقبض عليه بسبب واحدة بيحبها، وعمل كتاب فيه الوصايا العشر للنصاب المحترف. هنتعرف النهاردة على قصة فيكتور لوستيج وإزاي قدر يبيع برج إيفل مرتين، وهقول الوصايا بتاعته في آخر الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. معكم رانيا ماضي ودي قناتكم براند. السلام عليكم. فيكتور لوستيج اتولد يوم 4 يناير سنة 1890 في جمهورية التشيك. كان متفوق دراسياً وذكي ومثقف ووسيم ولابق جداً في الكلام. من وهو صغير كان بيلعب ألعاب خفة اليد وكان بينصب على الناس في الشارع، ولما وصل لسن المراهقة بدأ يهرب من دراسته ويلعب القمار بالفلوس اللي كان بيجمعها. وبعد فترة بدأ يوسع نشاطه على السفن البحرية اللي كان فيها أغنى أغنياء العالم، واللي ساعد فيكتور وقتها على النصب إنه كان ذكي جداً وشيك ووسيم، وكان بيتكلم 5 لغات مع إنه ما كملش تعليمه. ده غير إنه انتحل شخصية أكتر من 45 شخص، وكان عنده باسبورات مزورة كتيرة بالأسامي دي. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى لغت أمريكا الرحلات السياحية اللي من النوع ده، فقرر يستقر فيها ويمارس نشاطه هناك تحت اسم الكونت. وما عداش وقت طويل وكان اسمه معروف في البوليس في 40 مدينة أمريكية، ولكنه كان دايما بيفلت من العقاب لأنه مش بيسيب أي دليل وراه. ووقتها قدر ينفذ واحدة من أذكى عمليات النصب اللي عملها وجمع منها فلوس كتير، لما عمل صندوق خشب وسماه صندوق النقود الروماني، واللي قال إنه مكنة بتقدر تنسخ $100 كل 6 ساعات. وفعلا ناس كتير اتلمت عليه، وقدر وقتها يبيع الصندوق الواحد بمبلغ عالي جدا بيوصل ل$30,000. وعلشان رجال الأعمال يصدقوه كان بيبقى حاطط جوه الصندوق 3 ورقات سليمة من فئة $100، وأول ورقة يخلي رجل الأعمال يكشف عنها بنفسه ويتأكد إنها مش مزورة. وبعد بيع الصندوق وبعد ما يعدي أكتر من 12 ساعة يبدأ الصندوق يطلع ورق أبيض، وقتها بيكتشف رجال الأعمال إنهم اتنصب عليهم، ولكن بعد فوات الأوان. وبتكون النتيجة إنهم أخدوا $300 بس، وخسروا 30,000 تمن الصندوق المزيف. وطبعا ما كانوش بيقدروا يروحوا يبلغوا البوليس. مين فيهم هيقدر يروح يبلغ إنه اشترى مكنة لتزييف الفلوس، وهو بعد ما بياخد الفلوس بيكون هرب؟ وفي سنة 1925 نشرت الصحف خبر الخسائر الكبيرة اللي حصلت في باريس بعد الخروج من الحرب، ومن ضمنها إصلاح برج إيفل اللي كان قايل للسقوط وقتها، والتكاليف الكبيرة لإصلاحه، وإن الحالة الاقتصادية لفرنسا ما تسمحش بترميم البرج، وإنهم بيفكروا يهدوه لأن تكلفته هتكون عالية جدا بالملايين. ومع إن الخبر عدى على ناس كتير، لكن مع فيكتور لوستيج الوضع كان مختلف، وقرر يستغل الأخبار دي لصالحه. وجات له فكرة ما تخطرش على بال حد، وأخد طيارة وسافر على باريس، وقرر إنه يبيع برج إيفل. ممكن ناس تستغرب حد يبيع برج إيفل، وإزاي الناس تقبلت فكرة إنها ممكن تشتريه؟ بس وقتها برج إيفل ما كانش معلم سياحي مهم زي دلوقتي، ده غير إن كان منظره بشع بعد الدمار اللي حصل له وقت الحرب، لأنه كان اتعرض للقصف. وعلشان كده فكر لوستيج إنه هيقدر ينفذ خطته. ولما وصل هناك بعت رسالة موحدة ومكتوبة باحترافية ل6 تجار خردة مشهورين في فرنسا، بيدعوهم لاجتماع سري مع الحكومة الفرنسية في أشهر فندق في العاصمة باريس. وفعلا راح التجار اللي وصلت لهم الرسالة، وهناك قابلهم فيكتور لوستيج على إنه نائب المدير العام لوزارة البريد والتلغراف الفرنسية، وكان طبعا معاه بطاقة مزورة بالاسم ده، وإن الحكومة فوضته علشان يبيع برج إيفل لواحد من تجار الخردة اللي معروفين في فرنسا، لأن الحكومة قررت تهده وتبيعه خردة. وقال لهم إن لازم الخبر ده يفضل سري وما يطلعش لأي حد، لأن الحكومة خايفة من رد فعل الشعب على الخبر ده. ومش بس كده، ده كمان أخدهم جولة عند البرج علشان يعاينوا بنفسهم قيمة خردة برج إيفل. وأثناء الجولة بدأ يسألهم عن عروضهم اللي هيقدموها، وبدأ يلعب على واحد منهم وهو التاجر أندري بواسون، لأنه كان تاجر مش مشهور وكان عايز يكسب صفقة برج إيفل عشان يتشهر. ولكن كان في عقبة ممكن تخلي العملية تفشل، وهي زوجة بواسون اللي لما لقت إن المشروع سري وفيه غموض كتير وحتى تنفيذ المشروع سريع حست إن في حاجة غلط، وقالت شكوكها دي لجوزها اللي بدأ يتردد. ولكن لوستيج لأنه نصاب محترف قابل أندري لوحده، وبدأ يلمح له إنه مرتبه مش كافي وإنه بيلجأ لوسائل تانية يزود بيها دخله.
ووقتها فهم أندريه إن فيكتور موظف مرتشي، وبدأ يقنعه إنه ممكن يخلي المزاد يرسى عليه، لكنه هيحتاج يدفع رشوة غير تمن البرج، وإن الرشوة دي هي التمن اللي هيدفعها لفيكتور علشان يرسي عليه المزاد. وأندريه وافق على طول وقبل العرض. ويوم المزاد الوهمي أعلن إن البرج من نصيب أندريه بواسون، أخد منه تمن البرج وكمان الرشوة اللي طلبها منه، وبعدها أخد أول قطر رايح فيينا وهرب. وبعد كام يوم عرف التاجر أندريه بواسون اللي دفع الفلوس واشترى برج إيفل إنه اتنصب عليه. وقتها اتكسف من نفسه وحس بالإهانة، وبسبب كده ما قدرش يروح يبلغ البوليس. ومرت عملية النصب بسلام بالنسبة للوستيج، بعد ما كان فاكر إن باريس كلها هتدور عليه، وده شجعه إنه يرجع تاني لفرنسا بعد شهر علشان يكرر نفس الخطة بنفس الخطوات ويبيع برج إيفل من جديد. وفعلا رجع وبعت ل6 تجار خردة تانيين نفس الرسالة، ونفذ نفس تفاصيل العملية، وقدر ينصب على تاجر تاني في 200,000 دولار، وأخد المبلغ وركب أول طيارة وسافر. ولكن التاجر اللي اختاره المرة دي رد فعله ما كانش السكوت زي بواسون، ولكنه راح بلغ البوليس وكان معاه العقود والورق اللي بيثبت تعرضه لعملية النصب. ولكن طبعا لوستيج كان خلاص هرب، وبكده هو نجح في بيع برج إيفل مرتين وكسب منه آلاف الدولارات. ولما حصل الكساد الكبير قرر ينصب على أشهر واحد من زعماء المافيا في أمريكا، وهو الكابوني، ومع إنه كان عارف إنه ممكن يتقتل لو عرف إنه بيتنصب عليه، ولكن لوستيج كان هدفه من عملية النصب إنه في الآخر يديله بمزاجه مبلغ صغير، وأقنع الكابوني يستثمر 50,000 دولار معاه في صفقة سندات. ولكنه ما حطش الفلوس دي في أي صفقات، ولكنه حطهم في صندوق ودائع لمدة شهرين، وبعدها رجع الفلوس لالكابوني وقال له إن الصفقة خسرت وإنه جاي يرجع له فلوسه كاملة. وهنا أعجب الكابوني بيه وبأمانته، وقرر يكافئه بمبلغ 5000 دولار، وده كان هدف لوستيج من البداية. وعلشان الكابوني أعجب بيه عرفه على أشهر عصابة لتزوير العملة في أمريكا، وفعلا فيكتور انضم للعصابة دي وغرق السوق الأمريكي بالعملات والدولارات المزورة في واحدة من أشهر عمليات التزوير في أمريكا، واللي اتسمت على اسمه لوستيج ماني. ولأن فيكتور كان ذكي جدا ما كانش بيسيب أي حاجة وراه ولا حتى دليل واحد عليه، لكن رغم كل ده اتقبض عليه برضه، والسبب حبيبته. لما عرفت إنه بيخونها فقررت الانتقام منه، وبلغت ال FBI بكل حاجة عنه، واتقبض عليه يوم 10 مايو سنة 1935، واعترف بكل عمليات النصب اللي عملها في حياته. لكن قبل محاكمته بيوم واحد قدر يهرب، وبعد 27 يوم بس اتقبض عليه تاني واتحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، ومات جوه السجن يوم 9 مارس سنة 1947 بسبب التهاب رئوي. ولكن قبل ما يموت ساب كتاب بقى منهج لكل النصابين، وسماه الوصايا العشر للرجل المحتال. والوصايا دي لازم تكون مستمع جيد وما تتسرعش بالكلام، وتكون هادي مهما كانت طريقة الضحية أو الموقف اللي حصل. ما ينفعش يظهر عليك الملل أثناء الكلام. ممنوع الكلام في السياسة، ولكن لما الضحية يكشف عن رأيه السياسي اتفق معاه على نفس الرأي. ممنوع الكلام في الدين، ولما الضحية يكشف عن آراء الدينية بتتفق معاه على نفس الآراء. لمح في كلامك عن الحب، لكن ما تطولش في الموضوع لو الطرف التاني ما كانش مهتم. ممنوع ذكر أي مرض إلا لو الطرف التاني بدأ يتكلم عن قلقه من الأمراض. ممنوع التطفل على الظروف الشخصية لأي شخص، هو في النهاية هيقولك كل حاجة. لا تتباهى ولا تتفاخر أبدا، اهتم بمظهرك. وآخر حاجة ممنوع شرب الكحوليات. وطبعا كل نقطة من دول تحتها شرح كامل. ولأن فيكتور لوستيج كان راجل خطير جدا اتعمل عنه أكتر من فيلم وثائقي، فهو يعتبر واحد من أشهر وأخطر النصابين في العالم. وكده خلصت قصتنا النهاردة عن أشهر نصاب في العالم اللي باع برج إيفل مرتين ونصب على الكابوني أشهر رجال المافيا. بس تفتكروا هل كان هيقدر ينصب على الناس لو ما كانوش طماعين؟ فهل الطمع هو اللي بيخلي الناس تقع في خدعة النصابين؟ عرفوني رأيكم في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.